مساء أمس طلاب مدارس التعليم الفني في مدينة الإسكندرية بمشاركة إدارة مرور الإسكندرية، حيث قاموا بأعمال دهانات وطلاء المحاور المرورية وأماكن عبور المشاة وانتظار السيارات والوقوف جوار المدينة خلال مصر بجفة، والتي تأتي في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لاستقبال فصل الصيف الذي تزداد فيه الكثافة المرورية بفضل زوار المدينة خلال الصيف. وتهدف مبادرة بنحب مصر بجد إلى القيام بأعمال فعلية وعملية مصاحبة لدراساتهم الفنية ومدى الاستفادة من تلك الدراسة في التطبيق العملي في شوارع الإسكندرية لإعادة الإسكندرية جميلة كما كانت في الماضي. وخلال لقائي بالطلاب أثناء اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة مرور الإسكندرية بفكرة مبادرة طلاب المدارس الفنية، وطلب لجنة إدارة العمليات بتوفير كافة الخدمات اللازمة والآلات التي يستخدمها الطلاب في تجميل الشوارع من خلال تخصصاتهم في المدرسة الزخرفية لتحديد المناطق وأماكن المحاور المرورية ووضع الحواجز الحديدية والأقماع البلاستيكية والعلامات الإرشادية التي تشير إلى وجود أعمال في الطريق، وذلك قبل بدء أعمال الدهانات والطلاء من أجل تأمين الطلاب أثناء هذا العمل. كما تم توزيع الطلاب إلى فرق عمل مختلفة تبدأ بنظافة أرض الشارع، وتؤخذ بعدها القياسات السليمة للعلامات المرورية، ثم تراجع مع لجنة من إدارة المرور قبل بدء التنفيذ. من المقرر أن تبدأ أعمال الدهانات يوميا من الساعات الأولى وحتى ساعات شروق الصباح، حيث تقل أعداد السيارات في الشوارع في هذه الفترة بين أذان الفجر وشروق الشمس، ويتم أيضا الجفاف التام للأعمال الدهانات قبل زحام السيارات.